اهلا بيكم في قناه كروهوك ارت. عاملين ايه يا حلوين؟ يا رب دايما تبقوا بالف خير وبصحه وبسعاده. النهارده هنشتغل مع بعضنا موديل جديد من الشنط زي ما شفتوها في الصوره المصغره قدام كده. كانت من طلب بسنت. بوسي طلبت مننا كذا موديل، وهنشتغل النهارده تاني موديل من طلباتك يا بسنت. محتاجين معانا بس خيط كليم وابره كروشيه رقم 9 أو 8 اللي عندك موجودة عادي يعني، وإبرة تنظيف، واحتمال ما نستخدمهاش قوي إبرة التنظيف، ومقص ومتر وحلقتين سهلة فتح، واتنين نص دايرة دولت بتوع الإيد. وطبعا لو عندك كبسونة عايزة تضيفي كبسونة كمان براحتك. بس هي دي كل الحاجات اللي احنا محتاجينها. خطواتها سهلة جدا ومفيش أسهل منها بصراحة، لأن هي نص دايرة. بس في اختلاف شوية في التزايد. انا جربت التزايد المعتاد بتاعنا ما طلعتش مظبوطة زي ما انا عايزة، في تزايد مختلف شوية انا عملته. هنركز مع بعضنا خلال الفيديو ان شاء الله، وهتشوفوا يعني ايه الاختلاف اللي احنا عملناه، وهتطلع معاكم حلوة ان شاء الله. دي تاني موديل من الموديلات اللي انت طالباها يا بسنت. انا شغالة على الموديلات واحدة واحدة. هصور لك واحده واحده فيهم يعني وانت طالباهم. وان شاء الله يعجبوكي وتستفادي من الفيديو، كلكم طبعا تستفادوا. معاكم انا ندى عبد الحفيظ، ولو دي اول مره تشوفوا فيديوهاتنا يا ريت تعملوا لنا اشتراك او سبسكرايب، وما تنسوش تدوسوا على الجرس على الكل علشان توصلكم كل فيديوهاتنا الجديده والحصريه. ويا ريت تعملوا لايك وشير كتير عشان كل البنات اللي محتاجه فيديوهات تعليميه تستفاد. يلا بينا نبدا مع بعضنا. يلا بينا نسمي الله مع بعض كده ونبدا واحده واحده. انا هجيب طرفين الخيط واشتغل عليهم. بصوا كده البكره دي بتبقى جايه كده منقوشه من المصنع بتاعها، وفيها مطه بسيطه كده حلوه كده اهو. دي بتبقى بواقي اتواب قماش منقوشه. ان كانت بقى بيجامات ولا جلاليب مش عارفه بصراحه بتبقى بواقي ايه، بس المهم ان هي بتبقى جايه منقوشه كده من المصنع بتاعها، بتدي شكل حلو جدا في الشغل. فلما تيجي تشتري خيوط ولقيتي بكره منقوشه زي كده هاتيها وشيليها، هتنفعك في وقت من الاوقات. انا الخيط ده من ايام ما كنت ببيع خيوط، فكنت بحافظ على الخيوط المنقوشه النادره اللي زي كده علشان بتنفعني بصراحه في مشاريع حلوه زي كده يعني. اول حاجه نعملها طبعا هنلف الخيط على ايدينا علشان نعمل حلقه سحريه. وبتحافظي على الحلقه السحريه بالطريقه دي، بتمسكي ايديكي كده، بتمسكي الحته اللي انا مسكتها دي مكان الابره يعني بالصبعين مسكت كده علشان ما تفكش منك، وبالايد التانية بتجيبي طرف الخيط مع الحلقه اللي انت عاملاها علشان ما تفكش من ايديكي، وبتعملي حلقة وهمية في الهواء او السلسلة الاولى، يعني هنقول عليها يا سلسلة اولى يا حلقة وهمية. وهنعمل كمان سلسلة فوقها، فكده عندك 2 سلسلة ارتفاع السطر اللي احنا هنبدأه دلوقتي. طيب هنلف الخيط على الابرة وندخل جوه الحلقة الوهمية اللي انت عاملاها دي، او الحلقة السحرية سوري. وهناخد الخيط ونطلع، ناخد الخيط ونطلع من ال3 حلقات اللي فوق الابرة، وكده انت بتعملي غرزة نص عمود. تمام. والشنطة بتاعتنا هتمشي كلها غرزة نص عمود. هنلف الخيط تاني وندخل جوه الحلقة. هيبقى عندنا 3 خيوط على الابرة، هناخد الخيط ونطلع منهم ال3 مرة واحدة، بتعملي غرزة نص عمود. تمام. هنكرر نفس غرزة النص عمود دي لحد لما تعملي 7 غرز نص عمود، ودي اول سطر. حلو كده، انا عملت كده 3، هنكمل كمان 4 عليهم. اللي فيكم بيدخلي خاص وبيسأل عندك خيوط وعندك جلود ايه، وبقول لكم ان انا صفيت. للاسف انا صفيت لان ما عرفتش، اي صفيت يعني قفلت المكان وبطلت ابيع خيوط علشان ما عرفتش اوفق ما بين لما مريم دخلت مدرسة واوفق ما بين الشغل، لان الخيوط عايزة حد فعلا متفرغ يبقى موجود معاكم طول النهار، بيوزن بيبيع بيرد على الرسائل كده. فوقت مريم كله، وقتي كله راح لمريم بصراحة، للمذاكرة وللمدرسة وكده، فمعرفتش اوفق ما بين الاتنين للاسف، فبطلت ابيع خيوط. بس انا معاكم على الفيديوهات اهي. انا اشتغلت كده 7 غرز موجودين عندنا هم 3 4 بالظبط كده، انا عديتهم بسرعة بس هم 7 غرز. هتقفلي كويس جدا الحلقة بتاعتك علشان ما تفكش، واللي انت قفلتيه ده ما تقصيش دلوقتي. اوعي تعملي الغلطة دي وتقصي الخيط دلوقتي، لان الخيط ده محتاج يدفن سطر كمان. تعالوا نبدأ تاني سطر، وهنبدأ نعمل 2 سلسلة ارتفاع ونلف الشغل بتاعنا، لان احنا بنشتغل نص دايرة، فما فيش قفلة سطر ولا اي حاجة، احنا بنشتغل رايح جاي.
طيب اول غرزة هندخل فيها وهنعمل نص عمود مفرد، يعني غرزة واحدة بس. خلاص هنلف الخيط تاني وهنروح للغرزة اللي وراها، الغرزة التانية، وهنعمل غرزة نص عمود مفرد برضو، يعني غرزة واحدة بس. هندخل في الغرزة رقم 3 دي، هعمل غرزة نص عمود رقم 1، غرزة نص عمود رقم 2، غرزة سوري غرزة نص عمود رقم 2. خلاص يبقى انتي عملتي في غرزة رقم 3 غرزة مجوز، يعني غرزتين في بعض. الغرزة الرابعة رقم 4 دي هنعمل غرزة نص عمود رقم 1، غرزة نص عمود رقم 2 في نفس المكان. تمام، يبقى مجوز برضو. ركزوا معايا بقى في التوزيع، لان التوزيع في البداية كده هيبقى مختلف شوية، بعدين هنرجع لتوزيعنا الطبيعي. الغرزة رقم 5 هنعملها مجوز برضو، باينة معانا اهي. رقم 6 و7 هيكونوا مفرد، يعني رقم 6 مفرد اهي، غرزة واحدة بس. ورقم 7 اللي هي دي هندخل ونعملها مفرد هي كمان، هنعملها مفرد دلوقتي. ركزي معايا بوسي، التوزيع بتاعنا قلت مختلف في اول سطرين بس، بعد كده التوزيع هيمشي طبيعي. تمام، هقول لكم ليه بقى احنا بنعمل اختلاف في التوزيع شويه. يبقى انا عملت مفرد مفرد مجوز 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 مفرد مفرد. خلاص كده نبدأ بقى السطر رقم 3 ب2 سلسلة ارتفاع، واللي في الشغل بتاعنا، ونركز مع بعض في سطر رقم 3. معلش محتاج شوية تركيز. اول غرزة هعملها مجوز، يعني رقم 1 اهي، ورقم 2 في نفس المكان. تمام، دي الغرزة رقم 1. طيب الغرزة رقم 2 اللي وراها هنعملها مفرد. دخلت بالإبرة مرة واحدة بس، مفرد اهي. الغرزة رقم 3 هنعملها مفرد. حلو كده. الغرزة رقم 4 هعملها مجوز، يعني هدخل بالإبرة مرة اهي أول مرة، وتاني مرة في نفس المكان مجوز. خلاص. الغرزة رقم 5 هعملها مفرد. الغرزة رقم 6 اللي بعدها هعملها مجوز، هدخل بالإبرة مرة، وهدخل بالإبرة مرة كمان في نفس المكان. دي الغرزة رقم كام؟ قلنا 6. تمام. الغرزة رقم 7 هتبقى مفرد. حلو كده. الغرزة رقم 8 هدخل مرة بالخيط، أول مرة اهي، وتاني مرة في نفس المكان. دي رقم 8. طيب الغرزة رقم 9 هدخل وأعمل مفرد، يعني غرزة واحدة بس. الغرزة رقم 10 هدخل وأعمل مفرد، يعني غرزة واحدة بس. الغرزة رقم 11 هدخل واعمل فيها مجوز. ادي 1 2 في نفس المكان، يعني غرزتين في نفس الغرزة. خلاص، اللي هي المجوز يعني. تاني كده هنقول مع بعض عملنا ايه في السطر رقم 3. اول حاجة، اول غرزة عملناها مجوز، دي كانت مجوز اهي. بعدين عملنا مفرد مفرد مجوز مفرد مجوز مفرد مجوز مفرد مفرد مجوز. تمام. تعالوا بقى ندخل للسطر رقم 4. هتلاقوا بصوا الشكل معانا من تحت ستريت. نبدأ بقى دلوقتي سطر رقم 4 ب2 سلسلة ارتفاع، ونلف الشغل بتاعنا. هندخل في اول غرزة هتقابلنا بغرزة نص عمود، سوري مش حشو، احنا شغالين نص عمود قلنا، بغرزة نص عمود واحدة بس. طيب الغرزة اللي بعدها هتبقى غرزة نص عمود واحدة بس برضو. تمام. الغرزة اللي وراها، يعني انا كده عملت مفرد مفرد، الغرزة اللي بعدها هتبقى مجوز. غرزة نص عمود رقم 1، غرزة نص عمود رقم 2. سامحوني ان احنا واخدين دايما نشتغل بغرزة حشو، فانا حافظة كده كل شوية اغلط واقول غرزة حشو، لا هي غرزة نص عمود.
حتى لو غلطت يعني في النص كده ركزوا معايا معلش، هي غرزة نص عمود احنا شغالين بيها. طيب الغرزة اللي بعدها هتبقى غرزة نص عمود مفرد. حلو. الغرزة اللي وراها غرزة نص عمود مفرد برضو، يبقى احنا اشتغلنا كده مفرد مفرد ورا بعض 2. الغرزة اللي وراها هتبقى مجوز، يعني غرزة نص عمود رقم 1 غرزة نص عمود رقم 2 في نفس المكان. جميل كده. يبقى احنا اشتغلنا مفرد مفرد مجوز مفرد مفرد مجوز لحد دلوقتي. الغرزة اللي جاية دي هتبقى مفرد ونسيبها، نروح للغرزة اللي وراها هتبقى مفرد ونسيبها برضو. تمام. الغرزة اللي بعدها الدور دلوقتي على مين بقى؟ يبقى على المجوز. هنبدأ من السطر رقم 4 ده هنظبط التوزيع بتاع التزايد بتاعنا المعتاد اللي احنا متعودين عليه دايما. الغرزة دي هتبقى مجوز، عملت غرزتين في نفس الغرزة، يبقى هو بس احنا عملنا توزيع التزايد مختلف في السطر رقم 2 و3. وهقول لكم ليه دلوقتي لما احط النص دايره اللي هتطلع قصادنا، هقول لكم ليه عملنا التوزيع المختلفه شويه دي. طيب دلوقتي الغرزه اللي بعدها اشتغلتها مفرد، واللي وراها دي هتبقى مفرد، يبقى كده في غرزتين مفرد ورا بعض. الغرزه اللي جايه هتبقى مجوز، غرزتين في نفس الغرزه. الغرزه اللي وراها هتبقى مفرد ونسيبها، هناخد اللي جنبها هتبقى مفرد هي كمان. الغرزة اللي جاية الدور هيبقى جاي على المجوز، شايفين اهي عاملين دلوقتي مفرد مفرد، يبقى الدور جاي على المجوز، اشتغل غرزتين في نفس الغرزة. وبعدين الغرزة اللي وراها هتبقى مفرد، الغرزة اللي بعدها هتبقى مفرد، يبقى احنا وقفناها عند مفرد مفرد، بدأنا باتنين مفرد ووقفنا عند 2 مفرد. ده السطر رقم 4. بصوا الشكل بدأ معانا يبقى ستريت من فوق، يعني مستقيم، الخط مستقيم معانا علشان عملنا اختلاف في السطر رقم 2 و3 دول، فالشكل طلع مستقيم. عارفين لو كنا عملنا التزايد بتاعنا العادي اللي هو كنا بنعمل واحدة مفرد واحدة مجوز والسطر اللي بعديه 2 مفرد و2 مجوز، كان طلع معايا الشكل عامل كده. هشاور لكم دلوقتي من النص بيبقى طالع عامل زي الفراشة كده من فوق، فكل ما تكبر معاكم النص دايره بتلاقوا الشكل معاكم مش اللي انتوا عايزينه. يعني انا الصوره وصلتني من بسنت ان الخط اللي فوق مستقيم مش طالع ليه 2 جناب. يعني لما تشتغلوا النص دايره بالتزايد الطبيعي بتاعنا هتفهموا انا ايه اللي طالع معايا بالظبط. فعلشان كده عملت السطر 2 و3 دول مختلفين شويه. نبدأ بقى سطر رقم 5 ب2 سلسلة ارتفاع، نلف الشغل بتاعنا ونبدأ نشتغل. في أول غرزة هتقابلنا غرزة نص عمود مفرد. تمام. الغرزة اللي وراها هتبقى نص عمود مفرد برضو، الغرزة اللي بعدها هتبقى نص عمود مفرد، يبقى انتي بدأتي النص دايرة بتاعتك دلوقتي بمفرد مفرد مفرد. تمام. عندنا 3 مفرد اهم. بقول لكم التوزيع بتاع التزايد بتاعنا هيبدأ يرجع تاني يتظبط دلوقتي ابتداء من سطر رقم 4 اللي فات ده. الغرزة اللي جاية دي هتبقى مجوز، يعني غرزتين في نفس الغرزة. الغرزة اللي بعدها هتبقى مفرد 1 مفرد 2 مفرد 3، يبقى انت عملتي 3 غرز مفرد ورا بعض. تمام كده. بدأنا ب3 مفرد وبعد كده مجوز، بعد كده 3 مفرد، اللي جاية هتبقى مجوز. مجوز يعني هنعمل غرزة رقم 1 وغرزة رقم 2 في نفس المكان. جميل كده. هنكرر لحد لما نوصل لآخر 3. آخر 3 غرز دول هيبقوا معاكي مفرد زي ما بدأتي بالظبط اهمت. بصوا آخر 3 غرز طلعوا معايا مفرد، 1 2 3 اهمت مفرد زي ما بدأنا. يبقى التوزيع بتاعنا مشي بنفس الطريقة كده، 3 مفرد ومجوز اهي، المجوز اهي 3 مفرد اهم مجوز، 3 مفرد مجوز، 3 مفرد، وهكذا. خلاص كده. ده سطر رقم 5 وشكلها لسه مظبوط معانا زي ما احنا عايزين. نبدأ مع بعض سطر رقم 6 ب2 سلسلة ارتفاع ونلف الشغل بتاعنا.
اول غرزة هتقابلنا هنشتغل فيها غرزة نص عمود مفرد واحدة بس يعني. الغرزة اللي بعدها هتبقى مفرد برضو، اللي وراها هتبقى مفرد، دي كده رقم 3 مفرد. الغرزة رقم 4 دي كمان هتبقى مفرد. يبقى احنا بدأنا نزود غرزة في كل سطر مفرد. تمام، ده التوزيع الطبيعي اللي احنا عارفينه في كل الشغل بتاعنا. الغرزة اللي بعدها هتبقى مجوز، غرزة نص عمود رقم 1 وغرزة نص عمود رقم 2 في نفس المكان. يبقى انا كده عندي مفرد 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 مجوز، يبقى 4 مفرد وواحدة مجوز. طيب هنكمل اللي بعدها هتبقى مفرد رقم 1 مفرد رقم 2 في عصلجة في الخيط علشان هما فتلتين، مفرد رقم 3 مفرد رقم 4. دلوقتي هنعملها دول 3 اهم، هنزود واحدة كمان مفرد رقم 4. كان عندنا شوشة كانت شادن موجودة معانا لسه في الاجازة بتاعتنا، وكانت لسه عمالة تناقش معايا في الفيديوهات. في فيديو طلع لكم فيه برضو، هي لسه الفيديو اللي هو بتاع شنطة مريم مصورته برضو ولسه ما نزل لكمش. هينزل برضو تشوفوا المشاكسة على اصولها. الغرزة اللي جاية دي هتبقى مجوز هي كمان. يبقى التزايد بتاعنا السطر رقم 6 دوت هيمشي بنفس الطريقة كده، 4 غرز مفرد وواحدة مجوز، 4 غرز مفرد وواحدة مجوز. طبعا هنقف وهننتهي عند 4 غرز مفرد زي ما بدأتي بالظبط. ده علامة ان انت ماشية التوزيع بتاعك صح او التزايد بتاعك صح يعني. هتلاقوا كده 4 مفرد واحدة مجوز، 4 مفرد واحدة مجوز، وهكذا. وهتلاقي نشتغل دلوقتي السطر رقم 7، وده اخر سطر خلاص في النص دايرة الاولانية. هنعمل 2 سلسلة ارتفاع وهنلف الشغل زي ما خلاص اتعودنا من اول الشنطة. اول غرزة هتشتغليها نص عمود مفرد، اللي وراها اللي هي رقم 2 هتبقى مفرد برضو، رقم 3 مفرد، رقم 4 مفرد، رقم 5 مفرد. وكده هتلاقي نفسك في كل سطر بتزودي غرزة واحدة مفرد، لان هو ده التزايد الطبيعي اللي احنا عارفينه خلاص رجعنا له تاني. الغرزة اللي جاية هتبقى مجوز، غرزة رقم 1 وغرزة رقم 2 في نفس المكان. بعدين اللي جاي هيبقى مفرد رقم 1 مفرد رقم 2 مفرد رقم 3 مفرد رقم 4 مفرد رقم 5. وطبعا اللي جاية هتبقى مجوز، يعني غرزتين في نفس الغرزة. هنتأكد كده 1 2 3 4 5 كده مظبوط. اعمل اللي جاية دي مجوز زي ما انا متعودة. طبعا لو اي بنوتة عندها خلفية عن الغرز سهل جدا تعملي الشنطة دي، لان هي يعني وش وظهر وداير، وهتقفلي كله اديكي عملتي شنطة خلاص. هنكمل بقية التزايد زي ما احنا متعودين. هتلاقي نفسك وقفتي وانتهيتي عند 5 غرزة نص عمود مفرد زي ما بدأتي بالظبط. هنا مجوز 1 2 3 4 5 مفرد مجوز، وهكذا. يبقى انتي شغالة صح والسطر بتاعك طلع مظبوط. وكده النص دايرة الاولانية خلصت. بصوا كده السطر طالع ستريت من فوق، ويعني خط مستقيم من فوق زي ما انا عايزاه، وزي ما الصورة بتاعت بوسي وصلتني واشتغلتها. لو كنا عملنا التزايد الطبيعي بتاعنا كان طلع شكل مختلف شوية. عايزة تجربي وتعملي التزايد بتاعك المظبوط براحتك. شوفي نص الدايرة هيطلع معاكي عامل ازاي. احنا عملنا 7 اول غرزة، اول سطر عملنا 7 غرز. بعد كده السطرين اللي في النص دول عملنا شرحنا طبعا مع بعضنا توزيع الغرز عامل ازاي. بعدين مشينا بقية السطور عملنا غرزتين مفرد، والسطر اللي بعديه 3 مفرد، السطر اللي بعده 4 مفرد، بعدين 5 مفرد، وهكذا. اللي هو التزايد بتاعنا الطبيعي. طبعا عايزة تكبري حجم النص دايرة بتاعتك زودي سطور كمان، ما توقفيش عند 7 سطور بس. انا وقفت عند ال7 سطور لان خلاص كده ده الحجم اللي انا عايزاه. طيب ده كده الوش الاولاني. انا عايزه اعمل وش تاني كمان بنفس الطريقه. انا بشاور لكم لو كنا عملنا التزايد المظبوط اللي احنا بنعمله من اول السطر بيدي معاكي شكل عامل زي الفراشه من فوق. طيب المقاسات عندنا 15 سنتي بالعرض، بالطول سوري، والعرض 30 سنتي. ده المقاس الحلو لاي شنطه 30 سنتي دي. لو البنوته طلبتها منك كبيره كبري طبعا.
انا بما اني بعمل ده فيديو والشنطه دي يعني معايا هتتباع وقت ما تتباع، ف مقاس 30 سنتي ده حلو جدا، يعني مقاس ستاندر حلو للشنط. هنروح طبعا نشتغل وش تاني بنفس الكيفيه كده. انا عملتهم اهم 2 وشين. دلوقتي هنعمل داير الشنطه من تحت، اللي هو داير ما يدور الشنطه من تحت، هنعمله دلوقتي مع بعضنا. بعد ما خلصنا كده خلاص الوش والظهر، هنبدأ نعمل الداير من اول الزاوية دي لحد الزاوية دي، لان احنا هنعمل داير الشنطة لوحده اللي تحت، وبعد كده الايد هتبقى منفصلة. فدلوقتي الداير بس هو اللي انا هشتغله. الداير ما فيش اسهل منه طبعا، يعني حاجة سهلة جدا، ممكن انت تشتغليها باي طريقة تعجبك. احنا طبعا هنمسك الخيط كده والابرة، وهنعمل الحلقة الوهمية اللي هي البداية دي، ونعمل عقدة كده، دي عقدة البداية. تمام. هنبدأ نشتغل سلاسل، ممكن تشتغلي 3 سلاسل كده وتبدأي تشتغلي سطور، وتبقى كده انت بتعملي الداير بتاعك. انا حبيت اجرب الطريقة دي واعمل سلاسل كتيرة قوي اللي هم 45 سلسلة، وزودت سلسلة كده دي الزيادة اللي هي ارتفاع السطر، وابدأ اشتغل في الحلقة الخلفية. هشتغل السطر بتاعي رايح جاي. تمام. سلاسل حشو رايح جاي. يعني مش هنطلع سطور حشو ورا بعض، لا احنا هنعمل 3 سطور بس حشو. فعملت 45 غرزة سلسلة، وهنرجع عليها بحشو، وهشتغل في الحلقة الخلفية طبعا زي ما احنا متعودين لحد اخر ال 45 سلسلة اللي احنا عاملينهم. هنا طبعا دي هندير الخيط جوه غرز الحشو علشان ما نفنش. وصلت لاخر غرزة، وطبعا دفنت الخيط الطرف البداية دوت في جوه الغرز الحشو علشان اوفر وقت ومجهود دفن الخيط. هنعمل واحدة سلسلة ارتفاع وهنلف الشغل. في كل غرزة حشو هتقابلنا هدخل في ظهرها كده او في السلسلة اللي فوق، وهعمل غرزة حشو فوقها. الطريقة دي انا لقيتها اسهل بالنسبة لي. انا انت عايزة تشتغليها كده تمام، هتعملي 45 سلسلة وتشتغليها بالعرض. لو عايزة تعملي 3 سلاسل بس وتشتغلي بطريقة الطول اللي هو سطور ورا بعض بقى هتطلع براحتك، يعني دي اختيارية بالنسبة لك انت. انا اشتغلت كده بالطول طبعا. الشغل بتاعنا عملت 3 سطور بس، هما ده اللي احنا محتاجينه. قصيت الخيط، دلوقتي ناخد مقاساتها بقى علشان المقاس هيبقى مظبوط اكتر معاكم من اختلاف سمك الخيوط، لان انا مش عارفه انتوا بتشتغلوا بخيط ايه، فخدوا المقاس افضل. المقاس عندنا طلع 56 سنتي. تمام. 56 سنتي ده الداير بتاع الشنطه، وارتفاعها تقريبا 5 سنتي، لان انا نسيت اقيسه. بس ارتفاع مش الارتفاع اللي هو العرض، يعني 5 سنتي، وده ارتفاع حلو جدا او عرض حلو جدا، سوري. هنبدأ بقى نشبك الداير مع الوش والظهر. انا اخترت اللون الاورنج، حبيت ادخله مع اللونين اللي احنا عاملينهم دول، فعملوا ميكس حلو جدا من الالوان كده. هنبدأ نشبك مع بعض الداير مع الوش الاولاني بالخيط ده على طول. يعني انت مش هتخيطي مرة اولى وهتلفي عليها الخيط ده مرة تانية، لا هو انت كده على طول بتقفلي بالديكور اللي احنا عملناه من بره ده، اللي هو كان برضو موجود في الصورة اللي بوسي بعتتها لي. هندخل في اول غرزة كده، وهتشدي كويس الخيط، هتشديه كله. انا عاملة حتة خيط كبيرة كده علشان تكفي معايا لحد الاخر، وعاملاها مجوز علشان تبقى تخينة واللون باين وحلو كده مسيطر على على الشنطة وشكلها حلو. انا هبدأ من نقطة واروح للتانية خلاص، لان احنا هنشتغل حلزون. يعني انا بدأت من هنا من الداير وهروح لوش الشنطة، وفي كل مرة هبدأ بنفس الطريقة كده. ما ينفعش اخد من وش الشنطة وارجع للداير تاني، هتبقى مش لطيفة شكلها. انا الشكل ده عايزاه، بصوا هيبقى طالع معايا كده، هيبقى اللون باين. هندخل من الداير وهنروح لوش الشنطة وهنشتغل بنفس الطريقة كده اهو، بنفس الطريقة اهو. في كل غرزة هتقابلك طبعا انت عندك عدد الغرز بتاعتك اللي في الداير هي بالظبط اللي في الشنطة. يعني انا اللي عملته اني عديت الغرز اللي طالعه في الداير بتاع النص دايره الاولاني والتاني، وهو ده انا عملته في الداير بتاعي، ما زودتش عدد الغرز اكتر. تمام. شدونا واقفه على الباب بره، يعني بصوا احنا طالعين معاكم في الفيديو بالعافيه.
عايزه اقول لكم ان شادن بتحب الخيط جدا، يعني طالعه تقريبا في الحته دي. بس انت اختي طالعه بتحب الاكسسوار زي اختي، وشادن طالعه بتحب الكروشيه والخيوط زيي. الحمد لله، يعني واحده بواحده. شبكنا كده الوشين بالداير وطلعت معانا بالشكل الحلو ده. دي كده الشنطه خلصناها. دلوقتي الدور جاي على الايد بتاعه الشنطه بقى. التقفيله طلعت تحفه بصراحه، يعني انا كنت متردده بصراحه اعملها بلون مختلف، بس لا طلعت حلوه عجبتني قوي. حلوه فكره ان احنا نعمل الخيط من بره كده، مش شرط يكون الخيط متداري كل مره. الفكره دي عجبتني، فجربوها كده وقولوا لي رايكم في الكومنتات. حلوه التقفيله دي ولا لا، وطلعت معاكم انتوا شكلها عامله ازاي؟ طبعا ده هتبعتولي على جروب مبدعات كرو هوك ارت على الفيسبوك، او على الرسائل الخاصه عادي لو مش حابين تحطوا على الجروب. ابعتولي على الرسائل بتاعتي تحت في صندوق الوصف، هتلاقوا كل اللينكات بتاعتنا. هنجيب دلوقتي الخيط ونبدأ نعمل الايد بتاعة الشنطة دي. هشتغل 1 2 3 سلسلة. انا هشتغلها على، معلش المونتاج قفل على بقي الحتة اللي فاتت دي. كنت عايزة اقول لكم ان انا هشتغلها بنفس طريقة الداير اللي انا عملتها من شوية. عجبتني طريقته وطلعت الايد متينة او الداير متين معايا. فهعملها كمان في الايد، ان انا هشتغل السلاسل كلها من تحت، وبعد كده ابدا اطلع بالسطور اللي انا عايزه اطلع بيها. عملت انا تقريبا 55 سلسله، ودي ليكي طبعا الحريه في ان انت تعملي عدد السلاسل اللي انت تحبيه، لان هاخد لكم دلوقتي المقاس بالسنتيمتر، لان هو ده اللي هيبقى مظبوط اكتر معاكم، بس الفكره توصل. المهم ان انا اشتغلت سلاسل كلها الاول بالطول، وبعد كده عملت عليها سطور الحشو، واشتغلت 3 سطور برضو زي الداير بتاع الشنطة من تحت. قصيت طبعا الخيط، وهاجي دلوقتي انا عملت الخيط بعد حتة طويلة، قصيت علشان ابدأ اركب النص دايرة. قبل ما نركب النص دايرة عايزة اديكم المقاس علشان تبقوا المقاسات موجودة معاكم برضو. نظبط كده الفوكس باين معانا اهو. المقاس عندنا 70 سنتي، و70 سنتي دي بتبقى المقاس الستاندر بتاع الايد بتاعت اي شنطة تقدروا تعملوها. معلش بنعتذر طبعا على الصوت شادن، يعني عادي عادي، مش مشكلة، اطفال هنعمل ايه. بناخد اجازة عندهم دلوقتي، هم كانوا عندنا واحنا دلوقتي عندهم، فهي عاملة ازعاج شوية في الفيديو انا عارفة. المهم دلوقتي هنشبك النص دايرة بالطريقة دي. في الفيديو اللي فات كنت بقول لكم بسنت اختي طالعه، لاختي بتحب الاكسسوار، قصدي مريم بنتي طالعه بتحب الاكسسوار زي بسنت اختي، وعملت لها فعلا بيج على الانستجرام عشان خاطر تبدع براحتها بقى. مريم بتحب تعمل اكسسوار خرز وكده في الاجازه، بس انما في المدارس لا، احنا بنذاكر عادي. ف مريم بتحب قوي الاكسسوار، انما شادن طالعه لي بتحب الخيط جدا. فدي حاجة حلوة بصراحة، ربنا يخلينا لبعض ويخلي كل حبايب كل حبايبكم ليكم. هنبدأ دلوقتي نشبك النص دايرة في الداير بتاع الايد، الحتة اللي تحت بتاعت الايد دي اللي هي البداية يعني. انتوا عارفين ان هي شغلة بالي، عايزة اطلع لها يعني. بتعيط ليه؟ اكيد بيغصبوها على اي حاجة طبعا، تستحمى ولا تعمل اي حاجة. خلصنا كده النص حلقة الاولانية. النص حلقة التانية دي هنعملها بنفس الطريقة، تمام. طبعا الزيادة من الخيط هتدخليه وتنضفيه جوه الغرز. بالطريقة دي هننضف جوه الغرز بتاعتنا وبس. هي دي الايد عملناها. تعالوا بقى نركب الايد مع بعضنا ونشوف شكل الشنطة النهائي، ونشوف وزنها، وكل التفاصيل بقى في اخر فيديو هنوصل ليه. وصلنا كده لنهاية الفيديو بتاعنا وخلصنا الايد مع بعضنا. باقي بس ان احنا هنشبك الايد في الشنطة بالحلقتين سهلة الفتح اللي احنا مجهزينهم عندنا دول. هوريكم دلوقتي ازاي برضو هنشبكهم مع بعض، وهناخد طبعا الميزان بتاع الشنطة عشان نعرف اخدت قد ايه خيط. الحلقة سهلة الفتح دي بنجيبها كده، دي اسهل حاجة في الدنيا اساسا يعني. ربنا يبارك له اللي عمل لنا الاختراع ده. بتدخليها كده في اقرب غرزة تطوليها انتي، او هي تعرف تدخل فيها كمان. وهنجيب الحلقة
اول ايد اللي هي فيها نص الدايره ديت، وندخل بيها في حلقه سهله الفتح كده، وتظبطي الايد بتاعتك طبعا عشان ما تلفش، وتركبي الناحيه التانية كمان. الفيديو الحمد لله يا رب يعني قدرت اوصل فيه كل معلومه محتاجه اقولها لكم. يا رب اكون قدرت افيدكم في الفيديو ده، وقدرتوا انتوا كمان تستفادوا منه. وبوسي يا ريت يعني قولي لي رايك في الرسائل بقى، ابعتي لي قولي لي كده استفدتي منه ولا لا، وواضح معاكي ولا في حاجات واقفه معاكي. وطبعا اي طلبات انتوا محتاجينها ابعتوها لي برضو على الرسائل الخاصه، هتلاقوها تحت في صندوق الوصف كل اللينكات التواصل معايا علشان تبعتوا لي انتوا عايزين ايه واعملها لكم. وبعتذر طبعا عن تاخير بعض الطلبات اللي انتوا طالبينها مني، لان والله انا دلوقتي انا مصوره لي 3 4 فيديوهات بنزلهم يعني واحده واحده حسب ما يكون النت متاح معايا، علشان انا مسافره بتغيير جو لمريم. ازيكم؟ عامله ايه يا قلبوبي؟ الحمد لله. يا رب دايما يا قلبي. شكرا. فعشان كده ده متاخره، علشان يعني بقول لكم انا متاخره ليه في تصوير بعض الافكار اللي اتبعتت لي. بصوا انا دخلت الايد جوه عشان اعرف اخد الميزان كويس، ونوزن بقى نشوف خدت قد ايه خيط. خدت 567 جرام تقريبا، 565 جرام تقريبا يعني. برضو هي مش تقيلة، يعني هي واخدة تقريبا نص كيلو بس مش تقيلة. طبعا انت لو عايزة تركبي كبسونة من جوه براحتك، عايزة تسيبيها كده تمام، يعني دي ليكي الحرية فيها بقى. كبيرة من جوه كبيرة جدا يعني. فعلا، هي واسعة من جوه. انت ايه رأيك فيها ميكي؟ حلو قوي، عجباني. انت كل الشنط يا قلبي عجباكي. بس راح تعملي حاجات جميلة. ربنا يخليكي ليا يا روحي يا رب، ويشفيكي ويعافيكي يا رب. متنسوش اللايك. باي باي.